النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البطاطا المشوية. موجودة دلوقتي كتير وسعرها مش غالي، طعمها جميل كلنا بنحبها ومليانة فوائد وقيمة غذائية. بس اوقات بنزهق من الوقت الطويل بتاع تسويتها، بتستهلك غاز كتير او كهرباء كتير لو عندك فرن كهرباء. النهاردة بقى هقول لكم ازاي تشووها في وقت قصير جدا من غير ما تستهلك غاز او كهرباء كتير، وتكون مكرملة كده ومعسلة وريحتها تجيب اخر الشارع. شايفين شكلها تحفة ومستوية على الاخر، عاملة زي الزبدة. انا نرمين علي ودي قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير. يلا نسمي الله ونبدأ على طول في الوصفة. معايا بطاطا غسلتها كويس جدا، بنقعها في طبق غويط مليان مية، وبحط البطاطا في الطبق والمية تكون مغطية البطاطا كويس. بسيبها كده نص ساعة او ساعة، اخلص اللي ورايا وارجع لها هلاقي كل الطينة اللي عليها نزلت في المية. بايدي بقى بغسلها بكل سهولة، مش هحتاج لا سلكة ولا ليفة ولا اي حاجة. بسن السكينة هبدأ اعمل فتحات صغيرة في البطاطا كده، ومش هوصلها للاخر علشان البطاطا حجمها كبير وما تاخدش وقت في التسوية. والنهاردة هوريكم طريقتين نشوي بيهم البطاطا، طريقة في الفرن وطريقة من غير فرن، والاتنين احلى من بعض. دلوقتي هنشوف اول طريقة. في صينية او في صاج الفرن حطيت ورقة فويل، وده علشان احافظ على نظافة الصينية. وبعد كده حطيت عليها ورق زبدة. طيب لو مفيش ورق زبدة هنعمل ايه؟ اي كراسة رسم قديمة هنقطع منها ورقتين بيض ونحطهم في الصينية. بعد كده هنرص عليها البطاطا بتاعتنا، وهجيب معلقتين سكر عليهم رشة قرفة صغيرة ورشة فانيليا، هرشهم كده على البطاطا بالشكل ده. وفايدة السكر هتخلي البطاطا مكرملة ولونها وطعمها تحفة، وهيخلي البطاطا تستوي بسرعة. وفي نفس الوقت لو البطاطا مش مسكرة قوي هيديها تسكيرة ويخليها مكرملة من بره كده زي اللي بنشتريها من عربيات البطاطا. وهقفلها كمان بورقة زبدة، هقفلها كويس واحكمها واغطيها في الاخر بورقة فويل. نقفلها كويس جدا، مش عايزين اي بخار يطلع منها علشان تستوي في اسرع وقت. وعلى طول على الفرن ندخلها فرن ساخن على درجة حرارة عالية اعلى من 200. هنشغل فوق وتحت، نحط الصاج في الرف اللي تحت، هنسيبها 10 دقايق وبعد كده بنهدي الحرارة نخليها 200 ونسيبها لحد ما تستوي. طيب لو مش عايزين نسويها في الفرن بنفس اللفة بالشكل ده، هنحطها في حلة ونحط في الحلة نص كوباية مية سخنة ونحطها تغلي 5 دقايق، وبعد كده بنهدي عليها النار خالص ونغطيها ونسيبها تستوي براحتها. والطريقة التانية هستخدم فيها الأكياس الحرارية اللي بتدخل الفرن. هجيب معلقة دقيق وبطن بيها الكيس كويس، وبعد كده بنزل الدقيق الزيادة علشان البطاطا ما تلزقش في الكيس. وبعد كده بسن السكينة برضو عملت فتحات في البطاطا، وهرصها بعد كده في الكيس الحراري. هرص البطاطا، وفي الطريقة دي مش هحط لا سكر ولا فانيليا ولا قرفة، هعملها من غير اي اضافات علشان اللي حابب يعملها كده. وبخرج الهواء من الكيس وبقفل الكيس كويس. هنقفلها بالقفل بتاعها بيكون جاي مع الاكياس الحرارية، اقفال كده مخصصة ليها. بنقفلها كويس ونحطها في اي بايركس او صينية او صاج فرن. وهنزل طرف الكيس كده لتحت علشان ما يتحرقش في الفرن. وبسن السكينة هعمل فتحتين صغيرين في الكيس علشان تخرج البخار الزيادة، علشان الكيس ما ينفجرش في الفرن. وبعد كده حطيت نص كوباية مية في الصينية، وهندخلها على فرن ساخن درجة حرارته 220، وهنشغل فوق وتحت لحد ما تستوي. نص ساعة و10 دقايق وكانت استوت على الاخر. بصوا بقى شكلها اتهرت وبقت زي الزبدة، وحجم البطاطا كبير زي ما شفنا، يعني هي نص ساعة لو حجمها اقل من كده. بصوا مش مستحملة في ايدي. وادي البطاطا اللي سويناها في ورق الزبدة وورق الفويل. تعالوا نشوف ايه الاخبار. استوت كمان على الاخر. بصوا مكرملة ازاي من تحت علشان السكر اللي حطيناه. لو انتي بقى عايزة نفس اللون ده هتطلعيها بعد نص ساعة وتقلبيها الناحية التانية. احنا كده كمرناها بورق الزبدة والفويل وبنحكمها كويس ودخلناها الفرن، وبتطلع بالشكل التحفة ده. وشوية العسل اللي نازلين منها دول طبعا مش هيترموا، هنحطهم كده على وشها. وكلوا احلى بطاطا بألف هنا وشفا، عاملة زي الزبدة. وهنا كمان السكر شايفين اتكرمل وعمل كراميل، بيخلي طعم البطاطا مسكرة ومعسلة ودايبة على الاخر. يا عيني عاملة زي المانجا.
وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. بتمنى من كل قلبي الوصفه تكون عجبتكم، وبتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير مع كل اصحابكم، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. سلام عليكم.